أنت وأنت 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 أنت يس أنت يو أنت أنت أنتم أنت علاجك عندي علاجك عندي باخذ بالكل واقول لشيخ وتاجر ومسؤول ان كنت بالداي معلول علاجك عندي يكفي متاعب يا ذا المشاغب لا كنت هارب علاجك عندي حاضر وذي غاب واقفوا على الباب يا شيبة ويا شاب علاجك عندي علاجك عندي علاجك عندي أيوة علاجك عندي علاجك عندي أيوة علاجك عندي أرجوك تفهمني علاجك عندي لا تأخرني علاجك عندي لا ينشغل بالك هيا علاجك عندي ريح فقط حلالك علاجك عندي أنت وأمثاله هيوك علاجك عندي واللي فقط ما له هيوك علاجك عندي لو تسرح المكس يويك علاجك عندي والهند والبلجي يويك علاجك عندي ما يعرفون ايش في يويك علاجك عندي يا طيب علاجك عندي يا حالي علاجك عندي يا ابن الناس علاجك عندي يا هو علاجك عندي يا مدري علاجك عندي لا 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 علاجك عندي علاجك عندي. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أصبح الإنترنت وسيلة حيوية من وسائل الإعلام والاتصال في هذا العصر. الله عبر الإنترنت تستطيع تطوف العالم هذا بدقائق معدودة، تستطيع تطوفه بدقائق معدودة، يعني تستطيع تشوف يعني هذا المكان وتستطيع تقرأ هذه الصحيفة وتشوف هذا الفيلم. بس أحذركم ما تسرقوش باسمه أفلام يعني من حق إنترنت، لأن جن مفارسات بعدين يخربن حقكم الأجهزة. ويعني ولأن شبابنا يتطلعوا للغة العصر، مش الشباب بس والشيبة. انتوا دارين الشيبة قام يعملوا شات ويبحثوا لهم عن عرائس، ويعني عرائس باسمه انترناشيونال. ولأن الإنترنت أصبح بهذه الأهمية فقد افتتحت العديد من المقاهي والمقاهي نت أو الكافي نت. ليش سموها يعني كافي نت ومنه هذا الإهدار؟ لأنه مثلا افرض الزبون يشتي شاي، كيف يعمل؟ يبحث له عن الشاي نت ولا تي نت. سمعت؟ في المقصود المهم هو كيف يستخدم المواطنين الإنترنت. هل يستخدمونه بحاجة مفيدة ولا مو؟ أهم شيء ما مش داعي نتكلم في غير المفيدة، لأنه عيب الكلام. يفكروا على أنفسكم أحسن من يعني الحليم تكفوا إشارة. أيوة. ومعنا صاحبنا هذا الذي يستخدم الإنترنت بغير الطريق وحسب أهواءه الشخصية. الآن هو أونلاين. أنا عملت إنتر وأنا عملت داونلود، يعني بدل ما أحمل أنا أنت حملتني. بالضبط. وإيش المطلوب؟ المطلوب أنت طبعا ما تعرفش ليش اديناك لأنا. لا بس إحنا نسألك بعض أسئلة بس. يعني
يعني بصفتك يعني صاحب موقع وكذا ايوه، يعني احنا شي نسألك السؤال الأول يقول ايش رأيك بالمواطنين دي يستخدموا الانترنت؟ استخدام رهيب طبعا. ايوه، احنا بنقفز قفزات للامام. يا ما شاء الله، يعني شيء مشجع. اكيد، وبنقفز قفزات للخلف. مو يعني اخترط الإثبات، لا، يعني كيف قفزات للأمام وقفزات للخلف؟ يعني جالسين بقعتكم؟ لا ها مو يا اخي، ها بدل ما الواحد مننا او الشباب يدخل على مواقع الاغاني، يدخل على المواقع اللي بالي بالك، يدخل المنتدى حقي، يتثقف، ينمي فكره. صح، ينمي فكره. يعني احنا جبناك علشان هذا الموضوع، علشان تشرح لنا موضوع بحقك الموقع. ليش مش عارف؟ اشرح لنا يا اخي، حقي الموقع فيه كل ما تشتهي نفسك. ما شاء الله، مو بينه جرائم، الكوارث، الزلازل، الانفجارات، الاشياء المثيره كلها عندي. ما شاء الله. بس لا يقرح اللغم، انا اللي من امك ما بالله هذا كله الموقع بينه غلا. يا اخي، احنا الموقع الوطني الوحيد الذي بيرفع شعار الحقيقه وحدها لا تكفي. ما تكفيش، هذه كلها غان انفجارات والغم وكلان وما يكفنش. يعني مو عاد انت تشتي، يعني عاد انت تشتي تملحها بمو. ما نحبش الملح. ها، احنا نعمل شويه بهارات. شويه بهاره. اعزائي المشاهدين، ابصركم بعيونكم واشوفكم ولاحظكم من الشخص هذا انه يعني يمشي بحقه الموقع غير الطريق. سمعكم؟ وانه اكبر فيروس بالعالم هذا، اكبر مكافح للفيروس ما يصير له. على العموم، عبدو حيدر www تزبط دوت.com ما اعرفش. ول قر يا تلفون هذا قر. انت شو اسمه يقول انا دار نوم انا في العياده. شو اسمه يقول اسمح لي اقدم نفسي، انا فنان بس عاد شويه. اسمع اغنيه من كلماتي والحاني واستماعي. تصفيقه وسمعتي تصفيقه. شكرا. عبد القادر يا ابو عنب باقي الحال عليا، داوي حالي يا ابو عنب زيدي وروف عليا. روعه يا شوعه يا وجه مثل القفوعه، يا شوعه يا بنت الشوعه. لا 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 لا. شو يا خمه يلي طالع حالك على الامه؟ اسمع مني هالكلمه، قويها ويا طحطوح ويا ايقا، قويها ويا ابو مناخير عتيقه، قويها والله يوقعك بشي ضيقه وما تطلع منها إلهي. قوية يا روعة صبودة مش للوعاء، قوية عزي على رشاء. أنا أعرف أغني والكل ما بتخالش. أنا عباقي مفاجأة كبيرة. الأغنية هذا اللي سمعتيها مني قبل شوية شنشرها في جميع المواقع في الإنترنت وأسمع بش أمة لا إله إلا الله. هلا أنت طحطوح بيك عم تفتلي على لغة العصر الإنترنت يا جاهل. أيوة. يلي ما بتعرف تكتب غير اسمك. اسمي اللي ما بيعرف يكتب اسمه أمس الليل مع 20 بنت على الشات. شات وبنات كمان؟ لك أنت ما بتستحي تحكي هذا الحكي قدامي؟ ليش استحي قدامش؟ أو بتحسبي نفسك عليا بنت؟ بس قلي وجدت صورتك؟ أيوة وريتكم صورتي. وشو صار؟ ثنتن جلدت في القلب في المستشفى، واحدة جالها كساح والرابعة جالها شلل أطفال، واحدة اتضربت من الجبهة، واحدة كلحت فيها دبة الغاز. ولي؟ يعني أنا هيك رح يصير فيني؟ ولي؟
عمولة بالله مش معلش بالله. ليش نايم هون؟ معلش المرأة في البيت وانت هنا ما شيء مني خليني ارقد. ليش نايم هون؟ مسامر طول الليل. أكيد عالدردشة. شو معلش؟ مش شو علي؟ هون مكان شغل مو مكان للنوم. هي شوف اللي اسمه ايش يقول انا مرض معنا العياده بس الدكتور جالس يلعب كوره على الانترنت خليه بس يعوض هذا يسجل على الكمبيوتر نص ساعه بس لا ما لك يعوض. يا مفتري انت فتت لعند الدكتور وشفته عم يلعب بالنت ولا عم يدردش مع النسوان يا نسوانجي مثلك؟ نسوانجي تفضل. الدكتور بي ماشي والله اسمع خبر انت بست تفضل لي هلا بنفوت لعنده ونشوف اذا كان عم يدردش على النت ولا عم يلعب بالكره. شفتي جالس يلعب كره. دكتور انت لقيت الجراس. ايوه والله دقيت الجرس. انا اسف شرط افكر في هذا الكمبيوتر. لا تفكرش فيه اذا هو بيزعجك تدلي. لا انا افكر اكسره اساسا. اكيد فوق راسه. لا اليومتين هذه قرأت اشياء فظيعة. واحد عنده موقع وهات كل شيء غير جميل وقبيح نسبوا إلينا، نسبوا لهذه الأرض، نسبوا لنا، شوه حاجاتنا كلها. هذا مريض تمام؟ أشتيكم تروحوا تجيبوه. هذا العنوان والله حلال حرام تجيبوه. اعملوا اللي تقدروا عليه كلكم وهذاكم. استشوفه هنا. ايوه جنب السوق انا اعرف هذا العنوان. ايوه بعتمد عليكم. ها روحوا انا منتظركم ان شاء الله. يلا انتظروه جيبوه يلا نتفاهم انا والدكتور. يلا لوك شو هاد كله؟ هذا شكل الداهية أمان مع الدعم الخارجي كثير على أو اي والله. أنت متأكدة إنه هانئ؟ ايه متأكدة بس هلا فهمني. هلا نحن اللي جايين نقبض عليه هون هو هوايته السياسة ولا الانترنت؟ بيني وبينش سنتين. هو السنتين بس بيني وبينش هو إثارة المشاكل والقلاقل والله شيء على. هلا فهمني منو هذا الشخص؟ هذا واحد من طيور الظلام. طير الظلام. أيوه. لا تقول لي من عند عادل امام. لا مش فيلم عادل. هو نفس النسخة بس نسخة وطنية غير مترجمة. كيف بقى غير مترجمة؟ فهمني بقى. أنا ماني فهمانة. مش أنتي فاهمة؟ لا. شوفي يا أخت روعة يا شوعة يا وش دفوعة. هذا يعني إن شاء الله تفهمي بعد قليل لو ما تعرفي الفرق بين العسل والخرطيل. خرطيل؟ أيوه الخرطيل. منو هاد بقى؟ فهمني إياه. والله الخرطيل كلمة من اختراعاتي. كلمة من اختراعاتك؟ أكيد. طحطوح بيك عشنا وشفنا عم يطلع لي كلمات غريبة عجيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شو؟ امشي خلينا نقبض عليه ونخلص بقى. تفضل. افهم ان الموضوع اختطاف. لا تفتكروش ان انتم حتفلتوا بعملكم هذا. حتندموا وتروحوا في خبر كان. قلت لي كان. يس كان. وحتصبحوا ملعونين في كل منتديات الانترنت وماسنجرات الياهو والهوتميل. ياهو وهوتميل. دكتور هذا المريض نتاوي ابن نتاوي يعني بتاع نت. تصرف معه. ايش اللي بيحصل؟ البلد فيها قانون. بس قانون يا دكتور. ركز على كلمة قانون وبقية الكلام السابق ارميه للزبالة. تعال انا. تفضل. ممكن اعرف ليش تلقوا القبض علي؟ بالقانون. القانون. وليش المحترمين جابوني لهنا؟ علشان القانون ياخذ مجراه. القانون ياخذ مجراه في عيادة. هذه عيادة مش نيابة. انت ما تعرفش ان الطب له قانون وقانونه ينص على ان الضرس التالف يجب ان يخلع. كلهن سليمة ان شاء الله بنشوف. طحطوح باين
ينطق القانون رح يصير للركب. لا فين؟ للركب. ورب الكون يا عم لا يقعد دم للركب. احترم نفسك، انت في عياده محترمه. بعد اذنك يا دكتور احنا خارجين. فين؟ رايحين على النت اللي حدنا. نلعب سيارات ايوه واتاري. لحظة بالمرة خشوا على المنتدى تبعي واطلعوا على بعض المواقع. هكذا يجلس الناس بدون استئذان؟ هذا كرسي يا دكتور، لا تفتكرش انك جلستني على عرش بلقيس. عرش بلقيس، واضح انه مثلك ما يعرفش اللياقة والاصول، واضح. افهم يا دكتور ان هذه الطريقة طريقة جديدة للعلاج بالاهانة يعني. انا ما تعودش اهين الناس يا اخي زيك اللي اهنت بلد واهنت ناس واولهم نفسك. افهم من الموضوع انك من انصار نظرية كتم الانفاس. لا والله انا من انصار نظرية نضع الحقائق والامور في نصابها الحقيقي اللي بريال مش بدولار. شوف يا دكتور، علشان يكون نقاشي انا وانت عقلاني، تفضل. تمام، لازم نتفق على بعض الامور. تفضل. واحد لازم انت تقتنع بحقي في التعبير عن رأيي. وهو كذلك. 2 لازم يعني انت تقتنع بحرية تبادل المعلومات. اتفق معك. اللي بعده؟ اوكي. 3 لازم انا وانت نتفق ان البلد فيه مشاكل. صح. طيب انا علشان اوصل معك اشتي كمان تتفق معي على بعض الامور. تفضل. طيب اولا نمبر 1، حقك في التعبير عن رايك يجب الا يضر بمصلحه الناس والبلد، واذا اضر بالناس وبالبلد اعتقد رايك ترميه في مزبله التاريخ. متفقين؟ ثانيا نمبر 2، حريه تداول المعلومات شيء وتزوير المعلومات والحقائق شيء آخر. ثالثا نمبر 3، صحيح في مشاكل في البلد، هذا أمر طبيعي، نحن بلد مثل أي بلد فيه مشاكل، بس وتفاعل الناس مع بعضهم البعض قد ينتج عن أكثر من مشاكل. أنت حضرتك عارف هذا الكلام، ما أعتقدش أنك ملاك جيت من الجنة ونحن ما نعرفكش من قبل. نو شكلنا بنرجع إلى نقطة الصفر. لا صفر ولا غير. أول حاجة أشتيك تتذكر ما تفعله أنت في الموقع حقك. تذكر؟ ايش تقصد بالضبط؟ يعني أنت تصنع من الحبة قبة، من السمكة حوت، من الضفدع ديناصور. أذكرك ولا أنت ذاكر قدك؟ فكرني. هلا يا ملك الانترنت، والله انك فظيع يا رجال. هكذا زلزلهم. انا الان بين اتصفح كتاباتك العظيمه في الموقع الالكتروني حقك، والتي ايش اقول لك، اقلقت الحكومه ووقفت الماء في حلوقهم. يا اخي اخجلت تواضعي، اخجلتني. لا تتواضع يا استاذ، لا تتواضع. اللي بتعملها الحكومه في عام انت بذكائك وخبرتك بتنسفه في الموقع حقك في يوم واحد. والله انك فظيع. ايش من فظيع، ايش من كلام فاضي، قول الشيطان. انت عارف انا الان من دقائق ايش كنت بنكتب؟ كنت بنكتب موضوع يعجبك كثير كثير كثير. لحظة اطرح عليك الموضوع واستشيرك فيه. شوف، تعرض حمود مدير منتدى الحقائق الضائعة لاعتداء سافر كاد يؤدي بحياته، حيث قام مجهولان يحملان أسلحة نارية وإربيجيات وقنابل ومتفجرات بمحاولة اغتياله. هذه المحاولة الغادرة لاغتيال حمود وقعت في وضح النهار،
وعلى مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والحكومية التي لم تحرك ساكنا لردع المعتدي. يا سلام يا سلام. هيا ايش رايك بحمود حمود ولا نغيره؟ عادي عادي، اذا تغير بس اذا انت بتشوف حمود مناسب حمود. اذا وهو كذلك. الان خليني بس اجلس في الانترنت ندور هكذا اذا به خبر مناسب نقدر نخرج منه او نستفيد منه. مع السلامه. مع السلامه. ان شاء الله نحصل الخبر المناسب الذي يفي بالغرض. هذا هو حريق في مبنى إدارة الأطفال. ليش؟ أو بيستخدموا غاز بدل الماء. حريق وفي إدارة الأطفال. هذا هو التناقض. بس كيف حنصير الخبر؟ كيف عم نجذب الناس ونظهر تقصير الحكومة؟ كيف؟ يا سالي يا سالي نعم تحت أمرك. أين القهوة يا سالي؟ أنت عارفة أنني مندمج ومشغول. أين القهوة؟ قهوة. حضرتك شربت 30 فنجان قهوة و40 نسكافيه و10 شاي. لو حضرتك شربت أكتر من كده هتتحول لبئر كافيه. هتحاسبيني. لا تجادلينيش ولا تناقشيني. روحي جيبي لي قهوة. قهوة ولا نسكافيه ولا شاي؟ قهوة. أي حاجة. إيه رأيك أجيب لك فنجان كبير وأحط لك ال3 مع بعض؟ يا رب يا رب. أي شيء. حاضر تحت أمرك. حريق وفي إدارة الأطفال. ليش ما يكون حريق في هيئة المياه؟ لا. عرفوا إن الموضوع مفبرك وعيبطلوا يزوروا المنتدى تبعي. ليش ما يكون حريق في مبنى هيئة المطافي؟ أول مبنى حق أبي. بس كيف نعيد صياغة الخبر؟ شيت. فكرة عبقرية. رجال الأطفاء يشعلون النار في مبنى إدارة الأطفاء بسبب تأخير رواتبهم. رائع. فكرة جدا رائعة. كيف نصلح الخبر؟ أستاذ الخلطة السحرية. الخلطة. لحظة، أنا عايز استشيرك بموضوع. اتفضل. لو سمعتي خبر إن رجال الأطفاء يشعلون النار في مبنى إدارة الأطفاء بسبب تأخير رواتبهم. معلش حضرتك، دول ما يبقوش رجال إطفاء، دول يبقوا أخوات إبليس. حلو. تمام. هذا هو المطلوب. هذا اللي نشتيه. رجال الإطفاء يشعلون النار في مبنى إدارة الإطفاء بسبب تأخير رواتبهم لمدة شهر. لا ما يصدقوش. نخليها شهرين. ما يصلح صح؟ 3 شهور. لا 6 أشهر علشان القراء ينجذبوا للموضوع وتتشغل العاطفة لمدة 6 أشهر. تأمر بحاجة تاني حضرتك؟ شكرا. عن إذنك. شكرا. عفوا. أيوة. ايش قلت؟ هل ما تكتبه يندرج في بند حرية الرأي وحرية تداول المعلومات أم حرية الأكاذيب؟
يا دكتور، البلد يحتاج لناس يحبوه، ناس يعشقوه، ناس يشتوه، مش ناس يثيروا الفتن ويضخموا المشاكل ويخلقوا قضايا من العدم. هذا فلان فعل شيء لأنه من مكان الفلاني، وذاك ما بيفعلش هذا الشيء إلا لأنه وراءه فلان. طيب هذه الكتابات كلها اللي تكتبوها، عندنا أبناء في المهجر لو يقروا هذه الأخبار يسمعوها، إيش موقفهم؟ هل بتحمسوا وبتفرحوا إنه يعيد الوطن، أم إنه يأتي بأمواله ليستثمر في أرضه وبلده وبين شعبه، أو أنه يأتي بالخبرات التي اكتسبها من هناك ليفيد ناسه؟ لا لا يا أخي، مع اعتذاري الشديد، أنتم تدافعوا عن قضايا ما هلهاش نهائيا. هي كراهية بغضاء، تعتقدوا أنكم بتبنوا وطن. يا راجل اتقوا الله في أنفسكم. نحن وطن كبير الآن، اليمن كبر كثير، وإيش يحتاج إلى قلوب. مهما تباعد اليمن لكن يبقوا أبنائه في بوتقة واحدة اسمها اليمن. تعرف إيش معنى اليمن؟ يا دكتور، إيش يا دكتور؟ أنت إيش ما تفهم؟ إذا لم نستطع أن نواجه مشاكلنا ما هنتقدمش. ما قلناش حاجة نواجه مشاكلنا، ما هنتطورش. ما قلناش حاجة، لازم نتطور. بس كيف؟ بهذه الطريقة اللي نعالج فيها مشاكلنا بنتطور بنتقدم. يا أخي روح، اتقوا الله في أنفسكم بس. كل واحد يقول اللي في ذمته ويخلي الباقي على الله. يا دكتور، أنت إيش؟ أنت داري إيش تكون؟ وبعدين المقالات هذه حق الأستاذ لو تشوفوها ما بتجيش من بلد. بس أي مقالات. يا عزيزي لحظة شوف هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أستاذ. أهلا وسهلا بملك الإنترنت. والله إنك فظيع يا أستاذ، فظيع. إيش اللي سويته هذا؟ يا رجال أنت زلزلت الحكومة، أقلقتهم، وقفت الماء في حلوقهم يا أستاذ. يا أخي لا تحقناش، أهم حاجة عجبك الموضوع. والله زي الحلاوة. اعرف بكرة موضوع من هنا، أنا محضر حاجة. ارتاح يا أستاذ. إيش هذا التواضع؟ أنا أول مرة أشعر إنك شيطان. لا أنت الشيطان يقول لك يا عم. يا أخي أقل تواضعي. إيش من تواضع، إيش من كلام فاضي، عادكم جالسين تضحكوا ها؟ أنت عارف يا رجال اللي تعملها الحكومة في سنة، المنتدى والموقع حقك ينسفه في يوم. كلام جميل. بين أشوف إنك سعيد جدا وبين أشوفك فرحان تتباهى بنفسك، فخور بنفسك. نتيجة المقالات حقك هذا الذي تؤدي إلى أشياء غير مرضية نتيجة ما يحصل ويحدث. أخي شاكن سعيد وش أسمي ابني سعيد؟ لأن العمل ماشي على ما يرام. يا سلام. كل شيء ماشي زي ما أنا أشتي. يا سلام يا أستاذ. مش معقول هذا الذي بنسمعه، هذا كلام ناس ضعفاء، كلام ما يدخلش العقل. ممكن تشرح لي يا أستاذ يا محترم إيش تستفيد لما تشوه سمعة البلد وتحول الحقائق إلى شائعات زائفة؟ أنا أقول لك من ناحية الاستفادة. قل له. اسمح لي يا أستاذ، ما من ناحية الاستفادة فالأستاذ مستفيد. الأستاذ يستفيد حتى من العدم. مثلا أعطي لك مثل بسيط، أبوه لو مات على فراش، تمام، بيروح يقاضي الشركة الذي صنعت هذا الفراش والموكد كمان. يا سلام. أخي سمعت المثل اللي يقول الشيء اللي تغلبه العبه. قل له. أيوة سمعته، لكن للأسف مثل قبيح لا يراعي لا دين ولا أخلاق ولا وطنية. هذا أصحابك؟ أيوة يا أستاذ، أصحابي هذا صاحبي. صاحبك ها؟
وتسايره. اكيد يا استاذ. يعني قفسدك ايش افسدني يا؟ ويشتي الان يفسدنا معك. اسمع يا استاذ، لا افسدني ولا يشتي يفسدك، هذولا لهم اصحابي ولا تعرفهم. بس كفايه. على فكره انا جالس من اول ساكت ولا جبت ولا كلمه، جالس بين اسمع المهزله اللي حضرتك انت وهو بتقولوها والكلام اللي ما يرضيش اي شخص. انا ايش اقول لكم حاجه انت وهو حطوها حلقه في اذانكم، انه مهما اختلفنا في وجهات النظر في ثوابت يا استاذ سلطان انت وصاحبك ما يمكنش لاي شخص مهما كان سواء انت او غيرك انه يتعداها. صح. وعلى فكره يا استاذ سلطان الشخص هذا اللي بتجامله وبيجاملك على حساب هذا الوطن تعدى حدوده وتعدى الثوابت. تمام. وانا بصراحه ضيعت وقتي هنا وما يشرفنيش ان انا اجلس في هذا المكان. وانا معك. ما مش لنا مكان في هذا المجلس. قل له حاضركم. جايين يدولي درس ضيعوا الحروف مني اصحابك. جايين يدولي درس بالاخلاق. انا اقول الانترنت يدولي اصحابك درس بالاخلاق. ايوه علاجك عندي انت انتي وانت انت يا ذاك انت. ايوه انت علاجك عندي علاجك عندي يا شيباوي يا شاب الحاضر وذي غاب جالس او على الباب علاجك عنده. علاجك عندي سواء تاجر او مقاول او مسؤول منا او متوظف وعاطل علاجك عندي. علاجك عندي يا ذاك يديه يا ذو ذي ضمي ذو سني ضواني ضموع بيمانا من علاجك عندي لو تسرح هولندا علاجك عندي او باريس وكندا علاجك عندي او بهلات ودير علاجك عندي لو سبم هششكشك علاجك عندي وانت علاجك عندي يا زعضان فلتان علاجك عندي اين ما كنت او كان علاجك عندي علاجك عندي علاجك عندي علاجك عندي علاجك عندي علاجك عندي علاجك عندي